تشافي يدرس إراحة نجم برشلونة أمام شختار. إصابة مستمرة تعكر موسم دفاع برشلونة. تشافي: نحن في طريق استعادة النسخة البراقة من برشلونة. مفاجأة في ملف برشلونة وجواو فيليكس. الإصابات تجبر تشافي على استراتيجية غريبة. السلام عليكم صديقي، لدي لك طلب صغير وهو الضغط على زر لايك. هي فقط مجرد ضغطة زر، لكن بالنسبة لي شيء كبير ويحفزني كثيرا. ولا تنسى أيضا كتابة الرقم 9 في التعليقات لكي أعرفكم أيها الرائعون، وشكرا لك. أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء بأن برشلونة يدرس منح لاعبيه الراحة أمام شختار. ويحل برشلونة ضيفا على شختار اليوم الثلاثاء بملعب فلوكس بارك بمدينة هامبورغ الألمانية ضمن لقاءات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وبحسب صحيفة سبور الكتالونية فإن البرتغالي جواو فيليكس لعب 14 مباراة في آخر شهرين، بواقع 3 مع البرتغال و11 مع برشلونة، حيث شارك أساسيا مع البارسا منذ مباراة 16 سبتمبر ضد بيتيس. وفي المجمل شارك فيليكس في 954 دقيقة في آخر 60 يوما، وهو رقم قياسي قد يؤثر على حالة اللعب البدنية في قادم المباريات. وأضافت الصحيفة أن الإصابات العديدة التي تعرض لها برشلونة في الجانب الهجومي مؤخرا ما بين بيدري وفرانكي ديونغ ورافينيا وليفاندوفسكي أجبرت المدرب تشافي على عدم التدوير بالقدر الذي كان يريده في الأسابيع الأخيرة. ليس هذا فحسب، بل أن فيليكس هو الوحيد من بين مهاجمي الفريق الذي يستطيع اللعب في الجانب الأيسر، حيث يشعر فيران توريس ورافينيا ولامين جمال براحة أكبر على الجهة اليمنى، وبالتالي ليس هناك أي بديل مباشر للنجم البرتغالي. وبالنظر إلى مباراة اليوم الثلاثاء ضد شختار، فإن فيليكس قد يبدأ على مقاعد البدلاء، ومن المفترض أن تسمح له الراحة بإعادة شحن طاقته لمباراة الأحد ضد ألافيس في الليغا. وفي سياق آخر، يعاني أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة من إصابة مستمرة منذ الصيف الماضي التي تمنعه من التألق مع البارسا في الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة سبور الإسبانية، يعيش أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة بداية موسم صعبة، حيث لم يستطع إكمال سوى 5 مباريات فقط بسبب إصابة مستمرة. وأشارت إلى أن كريستنسن ضحى وكان يشارك في المباريات وهو يشعر بالألم، حيث بدأت معاناته منذ فترة الإعداد بالولايات المتحدة عندما كان يعاني من مشاكل في وتر العرقوب. واعترف مدافع برشلونة صاحب 27 عاما بأنه يلعب بنسبة 80% من مستواه فقط بسبب الآلام التي لا يزال يعاني منها. واستمر اللاعب الدنماركي في العمل على تحسين حالته البدنية واستعادة قدرته على اللعب بنسبة 100% قريبا. ويتمتع كريستنسن بثقة العودة إلى التشكيل الأساسي، رغم أن المنافسة باتت أصعب بعودة غول كوندي إلى قلب الدفاع إلى جانب رونالد أراوخو، بالإضافة إلى حصول إنيغو مارتينيز مؤخرا على ثقة المدرب تشافي هرنانديز. وفي موضوع آخر، أكد المدرب الإسباني تشافي هرنانديز مدرب برشلونة على أن الفريق يسير على طريق استعادة النسخة البراقة التي أحبها عشاق البلاوغرانا. وجاء حديث تشافي بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه مسؤولية تدريب فريق برشلونة الذي حقق معه لقبين هما كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني. وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: نحن نحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا كطاقم تدريبي ووضعها النادي لنا. وتابع: لقد وصلنا في وقت صعب فيما يخص عدد النقاط والترتيب وأنقذنا الموسم. في الموسم التالي فزنا بلقبين وبأداء جيد. وأضاف مدرب الكتالان: الآن علينا أن نحقق التميز، نحن في منتصف الطريق ونحو استعادة برشلونة العظيم والأمور إيجابية. وأكمل: أنا سعيد لكننا في منتصف الطريق نحو النجاح الكامل.
الذي يعني أن ننافس بقوة في أوروبا وأن نواصل المنافسة في المسابقات المحلية. وسيلعب برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ضد نادي شختار الأوكراني، والذي سيقام على أرض ملعب فلوكس بارك بمدينة هامبورغ الألمانية. وعلى صعيد آخر، يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع الجناح البرتغالي الموهوب جواو فيليكس، وذلك بشكل دائم قادما من أتلتيكو مدريد، حيث يلعب فيليكس مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولكنه يرتبط بعقد حتى 2029 مع الروخي بلانكوس، الأمر الذي يعني أن الكتالان عليهم التفاوض مع أبناء العاصمة الإسبانية للحصول عليه بعقد دائم. وأشار تقرير نشرته صحيفة سبورا الكتالونية لمفاجأة في هذا الملف، وذكرت أن مدير كرة القدم السابق في برشلونة ماتيو أليماني يقترب من العمل في نادي أتلتيكو مدريد. وأشار التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد خيل مارين تقابل مع أليماني في أحد المطاعم المشهورة في العاصمة مدريد. وبحسب التقرير فإن أليماني سيقوم بتقييم العرض المقدم من نادي أتلتيكو مدريد للعمل في الهيكل الإداري والرياضي للنادي. وأكدت الصحيفة الكتالونية على أن أليماني سيدرس باقي العروض، ولكن أتلتيكو مدريد سيكون من بين الخيارات الأفضل بالنسبة له. وفي حالة إتمام انتقال ماتيو أليماني إلى الروخو بلانكوس، سيكون على برشلونة التفاوض معه شخصيا لإبرام صفقة فيليكس بشكل دائم، وستكون مهمة برشلونة رغم ذلك صعبة في ملف فيليكس نظرا للسعر الذي دفعه النادي المدريدي من أجل ضمه في البداية، وسيسعى لاسترداد قدر منه في صفقة البيع. وفي موضوع آخر، سلط تقرير صحفي إسباني اليوم الضوء على استراتيجية غريبة ينفذها تشافي مدرب برشلونة في المباريات الأخيرة. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، رفض تشافي في 8 مباريات متتالية لبرشلونة إجراء التغييرات الخمس للفريق. وأشارت إلى أن موقعة البارسا أمام سوسيداد شهدت إجراء تشافي 4 تغييرات فقط، بإدخال بيدري وفيران توريس ورافينيا ولامين جمال إلى الملعب، ورغم أن برشلونة كان بحاجة لطاقة إضافية في الملعب، إلا أن تشافي حافظ على بقاء كاسادو وروميو وماركوس ألونسو بجانبه في مقاعد البدلاء طوال اللقاء. وطبق تشافي هذا الأمر أيضا أمام مايوركا 4 تغييرات وإشبيلية 3 تغييرات وبورتو 4 تغييرات، غرناطة 3 تغييرات، أتلتيك بيلباو 4، شختار 4، ريال مدريد 4 وسوسيداد أيضا 4. بينما استخدم تشافي التغييرات ال5 فقط أمام قاديش، أوساسونا، ريال بيتيس وأنتوير بواسيلتا. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الإصابات التي ضربت برشلونة في بداية الموسم قد تكون وراء هذه الاستراتيجية التي اتبعها تشافي، حيث أن الفريق فقد ديونغ في 8 مباريات وليفاندوفسكي في 3 مباريات، بيدري 12 مباراة، رافينيا 4 مباريات وسيرجي روبرتو 4 مباريات، بالإضافة إلى الغيابات بسبب الإيقاف وهي غافي مباراة ورافينيا مباراتين وفيرمين لوبيز مباراة. وفي سياق آخر، قال الكرواتي مارينو بوزيتش مدرب شختار دونيتسك الأوكراني اليوم، قال أن برشلونة أحد أفضل 8 فروق في أوروبا، وذلك عشية مواجهتهما في الجولة الرابعة بدور الأبطال على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورغ الألمانية. وأشار بوزيتش خلال المؤتمر الصحفي: البارسا فريق كبير، وبالنسبة لي هو أحد أفضل 8 فروق في أوروبا. مواجهة مثل هذه الأندية دائما يعد تحديا كبيرا. وأضاف: لقد فعلنا هذا الأمر، تواجهنا وشاهدنا قوتهم بالفعل، ولكن أيضا نعرف نقاط ضعفهم. الأمر يتوقف علينا في النهاية من أجل التفوق عليهم. ليس لدينا ما نخسره في هذه المباراة، وأريد أن ينافس فريقي بقوة وسنرى أين سيذهب بنا هذا الأمر. وتابع صاحب 52 عاما: لدينا أجندة قوية للغاية، ولكن هذا هو الواقع.
الأمر ليس سهلا، لكننا هنا للمنافسة أمام أي فريق كان. لا أريد التركيز كثيرا على هذه المباراة لأن اللاعبون يدركون مدى قوة المنافسة، وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية. كما أكد بوسيتش أن نتيجة مباراة الذهاب في برشلونة التي حسمها البارسا ب2-1 لن تؤثر على مباراة اليوم. وبعد 3 جولات يحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث في المجموعة الثامنة ب3 نقاط جمعها من خسارتين وانتصار واحد. صديقي، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا باللايك، وهذا فيديو آخر قد يعجبك هنا، وشكرا لك. سلام.